هو نحن ليه مصدقين إنه الله كاتب لنا كل شيء بيحصل في حياتنا لدرجة دي إحنا بلا إرادة؟ هو فعلا المكتوب على الجميع لازم تشوفه العين؟ أنا عشت سنين عمري محبوس في قفص وفاهم إنه الله السجان، لأنه دي إرادته لي إني أعيش الحياة المؤلمة دي بكل أشكالها، لأنه مصيري الله كتبه وأنا لازم أعيشه. كنت شايف إننا كلنا عايشين زي قطعة الشطرنج، الله بيلعب بينا وبيحركنا زي ما هو داير، لكن اكتشفت الحقيقة وفهمت إني أنا الساجن نفسي ورا القضبان، وأنا في يدي المفتاح، والمفتاح هو إني أكسر الأفكار الغلط اللي أنا فاهمها عن الله. الله اللي أنا بعبده ما إله متحكم ومسيطر، الله محب وعنده خطة لحياتك. الخطة دي ماشي مفروضة عليك ولا طريقة لازم تمشي فيه غصبا عنك، هي ببساطة فرصة متاحة قدامك. لو اخترت تمشي مع الله وتسمع كلامه هتلاقيه بيرشدك وينور طريقك، وكل ده مبني على الثقة إنه في إله بيحبك وعايز الخير ليك وما بيجبرك. لو ما قبلته هتعيش حياتك بمزاجك. طيب وشنو الفرق بين اللي أنا بقوله وبين القدرية؟ القدرية بتقول ما في فايدة، ده نصيبك لازم تعيشه وما باختيارك. الله بيقول لأني عرفت الأفكار التي أنا مفتكر بها عنكم، يقول الرب أفكار سلام لا شر لأعطيكم آخرة ورجاء. ما كل حاجة مكتوبة على الجبين، لكن كل حاجة في يد إله صالح وأمين فاتح بابه ومستني يقودك لحياة أفضل. أنا أتيت لتكن لكم حياة وليكن لكم أفضل،